في ناس بيبقى عندها كل حاجة، هي عارفة هي المفروض تعمل ايه، عارفة المفروض علشان تنجح وعلشان تحقق اي حاجة، عارفة هي المفروض تعمل ايه وعارفة كويس بالظبط ايه اللي المفروض يتعمل. بس الفكرة ان هو بيقول انا ايه، مش جاهز، انا هبدأ بكرة، محتاج اظبط حاجات، محتاج اعمل، محتاج اسوي، محتاج. ابدأ، ابدأ ولو بخطوات صغيرة. يعني ابدأ اعمل اي حاجة عايز تحققها، ابدأ بخطوات صغيرة، مش مشكلة. ابدأ حتى لو انت مش جاهز، حتى لو انت بتفكر انك انت ممكن ما تنجحش، حتى لو انت عندك خوف من الفشل، عندك خوف من الناس، عندك خوف قاوم مخاوفك واتحرك. اعمل حاجة، خد الخطوات الصغيرة اللي انت ممكن تكون فاكرها. كل حاجة في الدنيا اتبنت وحصلت واتحققت كانت عبارة عن خطوات صغيرة، واحدة خطوة ورا التانية، خطوة في التانية بتبص تلاقي الدنيا كلها كبرت. اللي بيبني ناطحة سحاب بيبتدي بيحفر اصلا في الارض بينزل تحت اساسا يعني. بيبتدي بان هو، يعني احنا طالعين فوق صح، بس هو لا، عشان نطلع فوق لازم ننزل تحت، ويحفر 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 عشان يعمل ناطحة سحاب. لكن هي بتبقى طوبة فوق طوبة فوق عمود خرسان فوق فوق وهكذا. فالنهارده حتى لو انت بتفكر، عندك بيجيلك افكار ان طب افرض ما نجحتش، طب افرض ما حققتش، طب افرض ما وصلت. الافكار السلبيه دي مش هتوديك في حته. اي حاجه انا بعملها بفكر هو ايه احسن حاجه ممكن تحصل، اسوأ حاجه ممكن تحصل. يعني بشوف دايما ان اسوأ حاجه ممكن تحصل ان انا لو ما ابتديتش اتحرك ولو ما ابتديتش اعمل، هي اوريدي حاصله. هي اوريدي حاصله. يعني ايه، زي ضرب الله على عينه. اللي هو انت كل حاجه في الحياه اوكي محتاجه ان انا ابتدي خطوات، ابتدي اكتسب مهارات، اتعلم، مش مشكلة اغلط، اتعلم، اعمل بعد كده صح، اخد خبرة. الحياة فرصة، فرصة. يعني الواحد كل يوم لازم يحمد ربنا على النعمة اللي هو فيه، نعمة الحياة، ان هو عنده الوقت ويقدر يعمل ويقدر يحقق ويقدر يدي. فلازم النهاردة ان احنا نبقى عارفين ان الخطوات اللي بتاخدها حتى ولو كانت صغيرة فهي هتجمع وهتبقى خطوات كبيرة وهتوصلك للاهداف اللي انت عايزها. فابدأ، start doing small baby steps. you will be there. هتنجح وهتوصل وهتحقق اللي انت عايزه، وهيبقى قدامك الفرص اوكي. وهترجع تقول هو انا ليه ما عملتش كده من زمان، هو انا كان المفروض اعمل. دايما انا بسمع الكلام ده من الناس، بقعد اقول لهم يلا اتحرك اعمل، وبعد ما بيتحرك اخيرا وبيعمل دايما بيقول ايه، هو ليه انا ما كنتش بعمل كده من زمان، هو ليه انا ما كنتش بدي كده من زمان. ده الموضوع ظريف جدا، ده الدنيا جميلة جدا. فيعني عيش الالتزام، وعيش النجاح، او عيش بقى الندم والكلام ده. فده حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان احنا كلنا نزق بعض ونحفز بعض وتبقى انسان ايجابي كده بتتعامل مع المواضيع. هو الكسل حاجه من الحاجات اللي فعلا بتخلي الشخص او الواحد يعني ايه، بيبقى باك داون كده في ان هو يعمل الحاجه، ويبقى ده كله في الدماغ. دماغي لما بفكر اقول لنفسي لا، اقول لنفسي كلام محفز، لا انا هعمل ده وهينجح. ولو طب لو جالي افكار سلبيه، لا، وحتى لو هعمل تاني وهتعلم وهوصل للفورمولا المظبوطه وهعمل كل حاجه انا ممكن اقدر اعملها. ده المهم ان دايما يبقى موجود. عشان كده احنا دايما في البيزنس بتاعنا اوكي بنهتم بالانسان، بنهتم بالانسان اللي هي موضوع بسيط جدا وسهل جدا وما فيهوش اي تعقيدات. ويعني في عالم الاونلاين النهارده انت بتعمل السيستم موجود جاهز تقدر تستخدمه، تقدر بس بنهتم ببناء الناس اللي هتعمل، لانك انت محتاج في الاخر تحرك صباعك، تحرك لسانك، تحرك اي حاجه. فنهتم بان احنا نبني الناس الاول علشان خاطر هي عندها قدرات. كل واحد عنده قدرات، القدرات دي بتبقى جواه، القدرات دي بتبقى مش عارف. you do not know your abilities until you try. ف let's do something guys, let's start كده every day our day motivating ourselves. نحفز نفسنا ونقول يلا بينا هنعمل، يلا ابتدي اعمل خطوات، ابتدي اجتهد، ابتدي اتحرك، ابتدي اشوف. وربنا سبحانه وتعالى بيكرم وبيفتح وبيحط في طريقك الحاجات اللي انت تبص تلاقي الدنيا اتيسرت والدنيا. لكن مفيش اي حاجة هتحصل لو انا مش باخد خطوات جدية حتى لو صغيرة. اشكركم. Thank you very much.